ما جربتش تسأل نفسك قبل كده ليه الزمالك بيفلس وعلى الناحية التانية الاهلي فلوسه بتزيد وتتضاعف؟ وعلشان ما ندخلش في دوامة كبيرة بين الفريقين من الناحية المادية، فخلينا نخصص جزء معين نتكلم عليه، وهو الفترة ما بين 2020 ل 2025. 5 سنين عبارة عن قضايا وفضايح وفقر وبطولات محلية وديون ليس لها نهاية. وبعد ما جاوبك على كل ده هسأل سؤال من اخ اهلاوي لكل اخ زملكاوي، اتمنى تجاوبنا عليه بكل صراحة. البداية كانت بعد نهائي القرن. الاهلي والزمالك وقتها كان عندهم فريقين اقوياء على مستوى الاسماء، وفي ناس بتقول ان تشكيل الزمالك في 2020 هو واحد من اقوى اللاعبين على مر تاريخ النادي، فريق مليان نجوم والادارة نوعا ما مستقرة. لكن حصلت المفاجأة، وبعد كل الاحلام الوردية دي تحصل نكسة، ومش اي نكسة، ده خسارة نهائي القرن الافريقي، نهائي دوري ابطال افريقيا. القاضية ممكن شاط الكورة وجول. القاضية ممكن سجلها ولد معلول. الخسارة مش بس عملت مشاكل واحباط داخل الفريق وكمان شعور بالانهزامية، لا ده كمان اثرت بشكل مباشر على خزينة النادي. الفريق اللي مليان نجوم كبيرة زي فرجاني ساسي وبن شرقي ومصطفى محمد، واللي وقتها مرتباتهم كانت نوعا ما كبيرة، عامل الضغط مباشر على النادي. لان على الرغم من ان العقودات ضخمة والمرتبات الكبيرة للاعبين، الا العائد من البطولات كان صفر، وده كله بتتحمله خزينة النادي. وعلشان نتكلم بشكل اوضح، فخليني اقول لك ان بعد نهائي القرن وبعد رحيل مجلس مرتضى منصور كان اجمالي ديون النادي اكتر من مليار جنيه. انت متخيل مستحقات لاعبين ومدربين حوالي 300 مليون جنيه متوزعه على قضايا لاعبين اشتكوا الزمالك للفيفا زي كاسونجو وجروسي وحمدي النقاز. ومش بس كده، ده في مستحقات للمقاولين والموردين بقيمه لا تقل عن 250 مليون جنيه. حتى الصنايعيه ليهم فلوس عند الزمالك، ده غير الضرايب والتأمينات المتأخرة اللي وصلت قيمتها ل 200 مليون جنيه. فاكرني خلصت؟ لا يا صديقي، لسه فاضل حاجات بسيطة كده، يعني حوالي 200-300 مليون جنيه للقروض البنكية أو شركات الرعاية. يا راجل ده حتى الفواتير والمكافآت قيمتها وصلت في 2020 ل 100 مليون جنيه. هتقول لي يا صديقي طبعا نادي عليه كمية الديون دي أكيد هيتقفل، أو هتسأل السؤال التقليدي وتقول إزاي كل ده حصل وفين الإدارة والناس المسؤولة؟ هقول لك والله يا صديقي كان في شفافية شوية من ناحية القرارات الإدارية، وما كانش في التزام قوي من الإداريين ناحية القوانين، فمشي الدنيا كده من تحت لتحت لحد ما ربنا يفرجها. ماشي يا راجل، ده في سنة 2020 حتى الطبيعة كانت ضد الزمالك، لأن توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب جائحة كورونا 2020 كان واحد من الأسباب الرئيسية لزيادة التدفق المالي مع نقص شديد في العائد. كل الأسباب اللي فاتت من خسارة نهائي وعدم الاستقرار الإداري كان سبب رئيسي في إنه يخلي الإعلانات والرعاة تبعد عنه وتروح لمين بقى؟ بالظبط كده، للأهلي. يعني الأهلي مش بس استكفى إنه ياخد بطولة أفريقيا، لا ده كمان أخد الرعاة والمعلنين لأنه مستقر إداريا. النادي الأهلي شهد خلال السنوات الماضية نهضة رياضية، نهضة استثمارية. هتقول لي يعني الاهلي كسب كام يعني من عقود الرعايه وبطوله افريقيا؟ هقول لك من حيث المكسب فحدث ولا حرج. الفوز بنهائي بطوله افريقيا لوحده الاهلي كسب منه 2.5 مليون دولار، وكمان ما تنساش انه لعب كاس العالم، يعني كسب كمان 2.5 مليون دولار، يعني ما شاء الله 5 مليون دولار بس بسبب هدف قفشه. يعني تخيل لو كان الزمالك هو اللي كسب، كان زمان الفلوس ده عملت ايه في خزينه النادي؟ وده طبعا غير عقود الرعايه والاعلانات اللي كانت قيمتها لا تقل عن 10 مليون دولار، يعني بتتكلم في حوالي 15 مليون دولار. كان زمانهم بينعشوا خزينه الزمالك، وكان زمان الامور افضل والاستقرار اكبر بكتير. ويجي بقى السؤال الاهم، ازاي الاهلي قدر يستفيد من كل الفلوس دي؟ وازاي الزمالك قدر يتصرف في ديونه اللي على وشك انها تقفل النادي؟ الزمالك قرر يتفاوض بشكل جزئي مع القضايا الحلاقه بشكل ودي وبالتراضي، وده نجح مع طارق حامد وكاسونجو. لكن في لاعبين تانيين قالوا للزمالك ما ينفعش. وكان رد الزمالك بسيط جدا، روح اشتكيني في الفيفا واللي عندك اعمله. والحل التاني كان اللجوء للدولة ولوزارة الشباب والرياضة، وبالفعل الوزارة وافقت جزئيا على تسهيل بعض المديونات زي مرتبات العمال وفواتير المية والكهرباء، دي حاجات الدولة اتكفلت بيها. الكارثة بقى كانت الاعتماد الجزئي على التبرعات،
وطبعا كلنا فاكرين ست الكل اللي اتبرعت بذهبها للنادي. 1000 جنيه ناقصين 60 جنيه رحت حطاهم وجيت قلت ادعم فرجاني ساسي. وبالتالي لما اللاعبين اشتكوا الزمالك للفيفا فكان اخيرا حظر القيد. بعد انتهاء نكسة 2020 للزمالك وهيمنة وسيطرة الأحمر، كان من الواضح جدا إن المكاسب والفلوس اللي كسبها الأهلي هتساعده بشكل مباشر في الفوز وتحقيق البطولات والصعود على منصات التتويج والوصول لكأس العالم مرة تانية، وده بالفعل اللي حصل، لأن للمرة التانية على التوالي الأهلي وصل لنهائي أفريقيا وكسب النهائي قدام كايزر تشيفز. يا ولد اللمسة، يا عيني يا عيني يا عيني. يعني الأهلي كسب للمرة التانية على التوالي 2.5 مليون دولار، وبصراحة ده ما كانش رقم كبير قوي وقتها، لأن الدولار كان لسه ب15 جنيه، يعني حوالي 40 مليون جنيه. بعد كده الأهلي كسب كمان السوبر الأفريقي مرتين في السنة دي، ودي حاجة نادرا ما بتحصل. هتسألني طبعا وتقول لي ازاي؟ هقول لك السوبر الأفريقي الأول اتلعب في 2021 ضد نهضة بركان، واللي كسب الأهلي فيه 2-0، وكسب من البطولة دي 200,000 دولار، ماتش واحد بس ب200,000 دولار. والسوبر الثاني كان ضد الرجاء المغربي، وهدف طاهر الشهير والفوز اللي اتحسم بضربات جزاء، وكسب للمرة الثانية 200,000 دولار، وكان في نفس السنة في ديسمبر 2021، يعني 2.5 مليون دولار من بطولة أفريقيا، و200,000 دولار من سوبر أفريقيا أول، و200,000 دولار تاني من سوبر أفريقي تاني. يعني كل ده كان ممكن يكون في خزينة الزمالك لولا الخسارة في نهائي القرن الأفريقي. كان زمان الزمالك بيشارك في كأس العالم للأندية وبيلعب السوبر الأفريقي، بطولات كانت هتفرق جدا. أنا عايز أقول لك إن أرباح الرعاية والإعلانات في 2021 وصلت ل 350 مليون جنيه للأهلي. متخيل الرقم ده كان ممكن يحل مشاكل قد إيه في الزمالك؟ والزمالك على الرغم من ظروفه الصعبة إلا إنه قدر يفوز ببطولة الدوري. الدوري زملكاوي هو درع المخلصين الأوفياء. وإجمالي مكاسب الزمالك وإيراداته في موسم 2021 كان حوالي 150 مليون جنيه، بينما الأهلي حصل في الإجمالي على أكتر من 300 مليون جنيه. سبب زيادة الفرق بين إيرادات الزمالك والأهلي مش بس البطولات وإنما الإعلانات والرعاة. على الرغم إن الزمالك كسب الدوري إلا إن الرعاة والمعلنين قرروا يفضلوا الأهلي اللي بيشارك في المحافل العالمية عن الزمالك صاحب البطولات المحلية. وهنا الزمالك قرر انه يضحي ببعض نجوم الكبار نظرا لمرتباتهم الضخمه، واستجاب للعروض المقدمه ليهم. المنقذ هنا كان مصطفى محمد، مهاجم واحد فتاك تم اعارته لجالتا سراي ب2 مليون دولار، وبعد كده تم تفعيل بند الشراء ب4 مليون دولار، يعني باجمالي 6 مليون دولار. وكمان تم الاستغناء عن فرجاني ساسي واللي رحل بسبب عدم التجديد وعدم حصوله على مستحقاته، وحتى إمام عاشور تم إعارته مؤقتا لنادي الحزم السعودي. أحداث الزمالك في 2021 ما اكدبش عليك يا صديقي سنة عبارة عن تناقض غريب جدا، فضايح على قضايا وفي نفس الوقت بطولات محلية واحتفالات. وخلينا نتكلم عن اخفاقات الزمالك سريعا. في 2021 خرج من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري قدام الأهلي 2-0 وفي الوقت القاتل من المباراة. لكن على الجانب الآخر الزمالك قدر يكسب الدوري، لكن للأسف تراكم القضايا ووقف القيد للزمالك كان بمثابة مشكلة بتتضاعف مع الوقت وبتأثر على تجديد عقود اللاعبين، عشان نتفاجئ في موسم 2022 بفسخ عقود لاعبين كبيرة زي محمد أبو جبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم، وكمان غرامة 1.5 مليون دولار لحمدي النقاز. وهنا بدأت الإعلانات والرعاة تقل. وهنا خلينا اوضح لك العلاقة الطردية بين الإعلانات والرعاية وأبرز النجوم في الفريق. كل ما كان عندك نجوم محبوبة ولها جمهور ده هيزود الإعلانات والرعاية، كل ما النادي يفضى من النجوم واللاعيبة دي تمشي الإعلانات تقل. والأهلي كان فاهم النقطة دي كويس جدا وعرف يستغلها بشكل كويس جدا برضه. عشان كده تلاقي ان الاهلي دايما بيحاول يخطف ابرز النجوم من كل الفرق حتى لو كان الزمالك نفسه، لان ده بيعود عليه بعوائد مالية ضخمة. لكن نهاية الأزمات ما وقفتش لحد هنا. الزمالك من بداية موسم 2023 قرر يضحي بنجومه والتخلص منهم للاستفادة منهم ماديا وكمان التخلص من مرتباتهم الضخمة. لو وصلت للنقطة دي في الفيديو حابب أقول لك حاجة بسيطة، احنا في قناة كرييتيف بنتعمد عدم استخدام أي موسيقى أو أي مشاهد بذيئة، فلو دعمتنا واشتركت في القناة صدقني ده بيفرق معانا جدا وبنشكرك جدا جدا، زي ما عملوا مع بن شرقي أول واحد النادي استفاد منه ماديا عن طريق
طريق البيع، ولاعب زي امام عاشور طلب الاحتراف في اوروبا، وعلى الرغم من ان الزمالك خسر وجوده الا انه عرف يستفاد منه ماديا في صفقه انتقال انعشت خزينه النادي ب 3 مليون دولار، رقم مش قليل وقتها للاعب بيلعب في الدوري المصري، يعني حوالي 90 مليون جنيه، كان رقم كويس جدا وقتها. وكمان الجمهور شاف انه شاب موهوب وعنده شغف ويقدر يقدم حاجه في اوروبا، ومع مرور الوقت هيفتخروا بيه وانه لاعب محترف طلع من الزمالك. ده طبعا يا صديقي قبل دخول الاهلي في صفقه امام عاشور وتمهيد رجوعه مره تانيه لكن للاهلي. ومش بس كده، ده كمان رحيل مسمار خط النص طارق حامد، وحقيقي ده اخر ما تبقى من الجرينتا الحقيقيه في نادي الزمالك. لكن الحق يقال يا صديقي، وقتها الزمالك اتعاقد مع ناصر منسي اللي بعد كده بقى ليه تاثير مع النادي. المهم يا صديقي ان في الموسم ده الزمالك خرج من دور المجموعات في افريقيا، ومش بس كده، 1-0 ده كمان على مستوى الدوري ما تأهلش لدوري ابطال افريقيا، واخد مركز ثالث علشان يشارك في بطولة الكونفدرالية، وكمان بطولة كاس مصر خرج في نص النهائي ضد بيراميدز. يمكن الحسنة الوحيدة للزمالك وقتها انه كسب قضية كهربا ب 2 مليون و400 الف دولار، اما غير كده فالزمالك حرفيا انهار. على الجانب الثاني الاهلي حدث ولا حرج، كسب الدوري وخد بطولة افريقيا وكاس مصر، وطبعا ملايين الملايين من الدولارات، ده غير الصعود على المنصات العالمية والقارية اللي الزمالك اتحرم منها سنين، ده غير البطولات والفلوس والشهرة اللي بيتمتع بيها لاعيبة الاهلي، اللي جعلت انه من السهل جدا للنادي الاهلي انه يتعاقد مع اي نجم في اي فرقة في الدوري المصري، بغض النظر بقى عن انه بيلعب في بيراميدز او حتى الزمالك. والدليل على كده ان بعد كام ماتش لامام عاشور ورغم تألقه مع فريق ميتلاند الدنماركي الا انه كان من السهل جدا للنادي الاهلي التعاقد معاه، ومفيش بقى حساب للجماهير ولا الانتماء. احنا هنا بنتكلم عن الفلوس والبطولات والشهرة، الثلاث حاجات دول اكبر بكتير من اي انتماء لفريق بينهار. وعلى نفس الخطة دي والتدهور ده هنعدي على موسم 2024، موسم استثنائي للزمالك. صحيح ما قدرش يتأهل لدوري ابطال افريقيا الا انه كسب بطولة الكونفدرالية لموسم 2024، وكمان كسب السوبر الافريقي ضد الاهلي بقيادة شيكابالا وزيزو. الفوز بالبطولات دي كانت بمثابة عودة الروح للجماهير واللاعبين، لكن ده طبعا قبل نكسة انتقال زيزو للاهلي لعدم تجديد الزمالك عقد اللاعب. زيزو اللي فضل انه يكون في فريق ثابت اداريا وصاحب بطولات وهيمنة وشهرة عالمية على انه يبقى في فريق بيفوز ببطولة ويخسر 10. لكن في حاجة بسيطة لازم اقول لك عليها، اللاعب دلوقتي قبل التعاقد بيبص على النادي على انه مشروع، ويبدأ يقيم هل المشروع ده قابل للتطور والوصول لمنصات التتويج ولا مشروع فاشل. ويؤسفني يا صديقي ان اقول لك ان في الوقت الحالي مفيش حاجة اسمها انتماء، واتكلمنا بالتفصيل على الانتماء في حلقة منفصلة على القناة بعنوان انتماء للبيع، واللي وضحنا فيها ان الانتماء سهل جدا يتغير، وان انتمائك الحقيقي بيكون للمكان المناسب ليك، وده بينعكس علينا في الحياة. هتقول لي ازاي يعني غير الانتماء بتاعي من الزمالك المنتكس المفلس للاهلي عشان بطولاته وفلوسه؟ اقول لك لا يا صديقي المتهور، قصدي ان كرة القدم بتعلمك درس مهم انت مش واخد بالك منه، درس في الانتماء للمكان المناسب. يعني لما تكون في بيئة عمل اديت فيها فترة طويلة، ولكن بعد كده ظروف الشغل بدأت تكون غير مناسبة ليك، والجو المحيط بيك بدأت تحس انه مش مناسب، بمجرد ما تظهر قدامك فرصة تانية افضل وقتها اوعى تنحاز للمشاعر والانتماء المزيف. كل ده كلام فارغ، وزي ما اللاعبين بيروحوا للنادي الاكبر والانجح انت كمان لازم تدور وتختار المكان المناسب ليك. وطبعا كلكم مستنيين سؤال نهاية الحلقة، هل لو الزمالك هو اللي كان فاز بنهائي افريقيا وقفشه ما كانش سجل هدف القضية ممكن، هل كنا زماننا بنعمل حلقة دلوقتي عن افلاس الزمالك؟ اتمنى من كل اخ زملكاوي يجاوبني في التعليقات بكل صراحة، وما تنسوش تتفرجوا على الحلقات القديمة لانها تعجبكم جدا.